تعالوا نعمل طبق كشري مصري على طريقتي ننافس بيه اكبر المحلات المشهوره، وهيطلع احلى شويه كمان. يمكن يبان الكشري انه سهل واي حد يعرف يعمله، بس الحقيقه ان مش اي حد يعرف يظبط، واللي هيشوف الفيديو ده هيقوم يعمل كشري. ببدا كده بالترتيب بالحاجات اللي بتاخد وقت. بنقع العدس الاسود من 2 ل3 ساعات، والحمص بكون غسلاه كويس وبنقعه ليله كامله. هضيفهم في الحلل بتاعتي واضيف عليهم ميه مغليه تغطيهم وتكفي وقت التسويه بتاعهم. العدس اللي بجبه وهو بيستوي بيحتاج نار زي الشمع. نحضر بقى للتقليه او الورد زي ما بيسموه. هقطع البصل شرايح بالطريقه دي. انا عملت تقريبا 4 بصلات حجم وسط. والمكون المهم عندي جدا اللي بضيفه للبصل عشان يوصلني للقرمشه واللون المظبوطه هو دقيق. انا بضيف على ال4 بصلات معلقتين دقيق كبار تقريبا، وهدعك البصل بالدقيق بالطريقه دي. بس يعني مش هكسر البصل، بس اتاكد ان البصل كله اتغلف بالدقيق ويكون اتفرفر وتفك كله من بعضه. هضيف بقى كميه الزيت اللي انا هستخدمها في الكشري كلها، واول ما يسخن الزيت كويس جدا هبتدي اضيف البصل، ومش هقرب منه خالص ولا هقلبه لحد ما اللون يبدا يتغير عندي بالطريقه دي. في الوقت ده ابتدي ان انا اقلبه من تحت لفوق علشان كله ياخد لون واحد. والخطوه الثانيه الاساسيه عندي اني بطلع التقليه على مصفى. اول ما بلاقي لونها بدا يبقى ذهبي فاتح كده بطلعها على طول، علشان لسه بتاخد درجه او درجتين كمان بره في الجو، وهسيبها بقى في الهواء عشان تفضل محافظه على القرمشه بتاعتها. والرز بقى هحتاج له شويه من الزيت اللي حمرت فيه التقليه، نص كوبايه من الشعريه هحمرها كويس قوي لحد ما توصل للون الذهبي ده، وهنزل بكوبايتين من الرز. هشوح الرز مع الشعريه كويس جدا. اول ما احس ان الرز بدا يمسك نفسه هنزل بالبهارات، ملح وكمون وشويه صغيرين من الكركم، وهرجع اقلب تاني كويس قوي الرز والشعريه مع البهارات. وهضيف معلقتين كبار من التقليه المحمره اللي احنا لسه عاملينها بتظبط معايا الطعم واللون جدا بتوع الرز. وهنزل بميه مغليه تغطي الرز، طبعا كل ده على نار عاليه. والرز بيغلي كده اول ما احس انه بدا يتشرب هكون محضره كوبايه من العدس الاصفر بغسلها كويس ومش بنقعها، وهغطي على الرز. واول ما الاقيه اتشرب الميه بتاعته كويس جدا بفتح عليه اخده تقلبتين كده، وههدي النار شمعة واغطي عليه بقى واسيبه يستوي براحته خالص. بعد 5 دقايق 7 دقايق كده هاخده تقلبتين تاني من تحت لفوق علشان اضمن تسوية الرز كله زي بعض وما يبقاش فيه اي كلكعات في الرز. وبرجع اغطي عليه مرة تانية واسيبه بقى يكمل تسوية على مهله خالص بالراحة، على ما نعمل المكرونة بتاعتنا. ميه مغليه على النار هضيف عليها رشه من الملح، والزيت بتاعنا مكمل معانا. هعمل ميكس ما بين المكرونات، بحط شويه من الصغيره خالص وشويه من الاسباجيتي، والاسباجيتي بقسمها على 3 اجزاء عشان تكون مناسبه للاكل يعني. وهسيب بقى المكرونه تتسلق كويس جدا واخد بالي انها ما تعجنش مني، بكون عايزه فيها لسه قرشه صغيره. وبعدين بطلعها اصفيها من الميه بتاعتها واحطها في طبق نظيف، وهضيف عليها معلقه كبيره من الزيت بتاعنا ورشه حلوه كده من الكمون. وهقلب المكرونه كويس جدا وتبقى متغلفه كده بالزيت وبالكمون، وتبقى مفلفله ومش ملزقه في بعض زي ما انتم شايفين كده. كده خلصنا الاساسيات كلها. نيجي بقى للتحابيش. حله على النار، معلقه كبيره من الزيت، عليها شويه من التقليه ومعلقتين كبار مليانين من صلصه الطماطم. هقلب الصلصه شويه كده في الزيت وانزل عليها ب3 4 فصوص توم مفرومين ناعم. والبهارات بتاعتي هحط ملح وكمون وشطه اختياري. طبعا التوم بيتحط ني زي ما احنا شايفين كده، انا مش بقلي التوم. وهقلب بقى الصلصه كويس قوي على النار لحد ما الاقيها استوت كويس. هنزل بمعلقتين كبار من الخل، وبعدين هكون محضره عصير طماطم. انا حضرت عصير طماطمتين وهنزل بيهم على الصلصه بتاعتي واسيبهم بقى يتسبكوا ويغلوا كده لحد ما اوصل للون والقوام ده. الاقي ان الماده الدهنيه بتاعتي الزيت كده ظهر على الوش، والقوام بقى تقيل كده، وكل التوابل والنكهات تناغمت مع بعض. وكده الصلصه جاهزه. فاضل لنا الدقه. انا بعملها على البارد مش بعملها على النار. معلقه صلصه عليها 2 3 توم، كمون، ملح، شطه، كزبره، وشويه حلوين كده من الخل. والمكون الاساسي عندي اللي هحط منه كتير جدا هو الليمون. هحضر عصير 3 4 ليمونات كده واقلب كل ده مع بعض، وانزل عليهم بنص لتر ميه مغليه. وكده الدقه بتاعتي جاهزه. اقدر ادوقها بس عشان اظبط الملح بتاعها. هسيبها بقى تبرد وكل حاجه تتشرب من بعضها كده. كده عندي التقليه بتاعتي جاهزه ولونها اتظبط جدا ومحافظه على قرمشتها كويس قوي. والعدس الاسود فضلت متابعاه على النار لحد ما لقيته خلاص استوى. يعني اول ما بتك عليه كده الاقيه مستوي بطفي عليه، وحتى لو في لسه ميه بصفيه من الميه بتاعته كويس جدا، وارش عليه في الاخر وهو سخن رشه ملح ورشه كمون. والرز بتاعي استوى كويس جدا وتشرب الميه بتاعته كويس قوي. هشيله من على النار
وطبعا واضح قد ايه هو مفلفل جدا. هقول لكم على سر ان مفيش احلى من معلقه الرز اللي بناكلها من الحله قبل ما نغرف الكشري. وزي ما عمايل الكشري ليها ظابطه، رصه طبق الكشري برده ليها ظابطه. اول طبقه عندي بغرفها الرز، وبعدين بضيف عليها المكرونه تاني دور، وبعدين نضيف العدس اللي بجبه المفلفل الخطير بتاعنا ده ومستوي كويس قوي، وبعدين بقى نحط التحابيش فوق الحمص والتقليه بتاعتنا. وبكده انا خلصت طبق الكشري بتاعي النهارده خلاص. متأكدة من سهولته وبساطته وحلاوته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوا وعمركم ما هتشتروه من بره. كفاية نظافته وريحته اللي قلبت البيت. وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.